نحكي عن 5 سيارات فاخرة وفخمة وحلوة وسريعة إذا اهتميت فيها راح يهتموا فيك. اول سياره بنحكي عنها هي البي ام دبليو 540. هيدي البي ام دبليو الشاسي اللي اجى عليها نفسه ذاته اللي اجى على الام 5 سي اس والام 5 كومبيتيشن، وهول بتحبون انتو حلمي وحلمك. هيدي البي ام دبليو 540 اللي بتمتلك موتور البي 58 عكس الموتورات البي ام دبليو القديمه. هيدا الموتور من اكثر الموتورات ريلايبل بشركه البي ام دبليو، حتى انه هيدا الموتور هو نفسه بيستعملوه بسياره السوبرا من شركه تويوتا. إذا تويوتا واثقة بموتور يعني أكيد رح تعطيه ضوء أخضر. 335 حصان، 369 عزم دوران، والسيارة بتفتح من 0 ل 60 ب 4.9 ثواني. عم تعطيك performance أم باور مثل الأم 3 والأم 4، بس تكلفة الصيانة أقل بكتير كتير كتير. فهيدا الموتور البي 58 مع فيتاس المشهور من شركة بي ام دبليو زد اف 8 غيارات رح يعطيك سموث وريسبونسيف رايد، والاهم من هيك مصمم لانه يدوم ويدوم ويدوم. يعني موتورات البي ام دبليو القديمه كانت تحمى كتير من وراء استعمال البلاستيك، بس هلا هيدا الموتور مصمم لانه يعدل الحراره تبع السياره ويخفف من مشاكل الاوفر هيتنج المشهوره فيها شركه البي ام دبليو. فانت مع اهتمام دايم لهيدي السياره، تغير زيت، تغير مي، تهتم للتفاصيل الصغيره كل يوم وتسوقها بشكل محترف، السيارة 100% رح تهديك فوق 150 ألف كيلومتر بدون مشاكل تعجيزية. وإذا بتقارن هيدي البي ام دبليو بالمرسيدس وبالأودي من حجمها، هيدي السيارة بتربح بالشكل وبالباور وبالصيانة وبكل شيء تقريبا. انه المرسيدس مشاكلها قليلة بس قطع المرسيدس كتير سوبر غالية، والأودي معروفين بمشاكل الكهرباء. فانه بدك سيارة فخمة سريعة حلوة ريلايبل، بي ام دبليو 540 540 اي لا لك. والسيارة الثانية ما نحكي عنها هي المرسيدس سي 43 اي ام جي مع موتور الام 276. وقت بدك تحكي اي ام جي يعني انت بدك تحكي اسعار خيالية وبدك تحكي باور خيالي. هيدي الاي ام جي قصة تانية، لانه هيدي المرسيدس اي ام جي بتدمج باور والفخامة والريلايبيليتي كلهم مع بعضهم. هسه هي ما بتلفت النظر مثل اخواتها السي 63 اي ام جي او الجي تي 63 اي ام جي، بس هيدي المرسيدس لازم تحسب لها حساب. وكلكم بتعرفوا انه من السيارة تكون كتير هاي بيرفورمانس حيصير في وجع راس كتير. المرسيدس سي 43 بتقدم لك هيدي البيرفورمانس باقل وجع راس. عرفت كيف؟ هيدا السي 43 عليها موتور ام 276 يلي هو 6 سلندر توين تيربو انجن، تعطيك 385 حصان و385 عزم دوران بيرفكت، وبتمشي من 0 ل 60 ب 4.6 ثواني. لما بدك تحكي مرسيدس انت مش عم تحكي باور على الحل، انت عندك اللكجوري والفخامة تبع المرسيدس مع الباور مندمجين مع بعضهم. فهمت علي؟ يعني كأنك انت راكب مايباخ بنص ام 3 كومبيتيشن. من جوا السيارة فخامة مرسيدس، ما فيك تحكي عن فخامة المرسيدس. وهيدي المرسيدس سي 43 بتتميز اكتر شيء بالريلايبيليتي تبعها، الموتور والفيتاس. هودي الاثنين الكومبينيشن اللي عليها لهيدي السيارة من اعظم ما عملت شركة المرسيدس بسيارة مرسيدس، كتير سوبر توب توب توب. يعني حتى لو انه هي سيارة بيرفورمانس وعليها 380 حصان، ما فيها مشاكل اللي ممكن تعاني فيها مثلا بام 3 ولا اودي ار اس 6 ولا. عرفتوا كيف؟ هيدي من نوادر السيارات اللي انت حتى لو ما اهتميت فيها هالقد بتضلها تعطيك نفس النتيجة والاهتمام اللي بتعطيك اياه. شركة المرسيدس معروفة بالسيارات الخارقة تبعها، وهيدي المرسيدس مش اكسبشن ابدا. يعني اذا بدك سيارة فاخرة اعتمادية وبرفورمانس، السي 43 اكيد لإلك. وإسا السيارة رقم 3 واللي هي اودي. نعم، شركة الأودي معروفة بمشاكلها، وأكتر من أكتر السيارات اللي بيطلع فيها مشاكل كهرباء ولا مشاكل ميكانيكية، وفي كتير مشاكل طلعت من هيدي الشركة. الأودي بي 8.5 S4 هيدي السيارة بحاجة لمحبة، لأنه دايما بس بدك تحكي ألماني يا بتجيب سيرة المرسيدس ولا البي ام دبليو، وإذا شيء بتحكي عن البورش مثلا. الأودي دايما مخباية بخيال هودي الشركات الكبيرة. هيدي السيارة صنعت من 2013 ل 2016 وبتمتلك موتور 3.0 لتر سوبر تشارج V6، بتعطيك 333 حصان و325 عزم دوران.
عندها هيدي الشخصية اللي هي سيارة سريعة كتير، بس انه انت فيك تسوقها كل يوم على الشغل وما بتعمل لك المشاكل اللي performance cars بيعطوك اياها. يعني الصوت الفي 6 اللي بيطلع من هيدي السيارة بيخلي اي انسان بالكرة الارضية بيحب السيارات يبرم راسه ويطلع شو هي السيارة. هيدي الاودي بتمشي من 0 ل 60 ب 4.2 ثواني، يعني اقوى من البي ام اللي حكينا عنها والمرسيدس اللي حكينا عنها، تخيل. وهيدا الشيء كتير امبرسيف لانه هيدي السيارة بتقدر تمشيك ديلي درايف. وغير عن هيك الكواترو سيستم اللي بهيدا السيارة بخلي هيدي السيارة تطلع من خيال شركة البي ام دبليو، شركة المرسيدس. يعني حتى لو كانت عم تتلج ولا كان جليد برد ثلج مي صيفية شو ما كان، هيدي السيارة رح تعطيك اللي بدك اياه. حتى انه شركة الاودي ما نسيوا شي بهيدي السيارة، من البرفورمانس للريلايبيليتي للداخلية تبع السيارة كتير مرتبة، من السيتس للدركسيون. يعني هيدي السيارة من النوع اللي اذا انت اهتميت فيها يوميا واهتميت بسواقتها واهتميت بالزيت بالمي بكل شي، اشياء صغيرة تهتم فيها رح تهتم فيك لوقت كتير طويل، كله وهي عم تعطيك البرفورمانس والريلايبيليتي وكل شيء انت بدك اياه من سياره برفورمانس مثل هيدي. يعني اذا انت اسا عم بتدور على سياره لكجري وبرفورمانس وريلايبل، الاودي S4 B8.5 حتكون خيار كتير صعب انك تتخطاه صراحه. وبما انه حكينا عن شركه البي ام دبليو والمرسيدس والاودي من اكبر شركات الاوروبيه وخاصه الالمانيه، اكيد ما فينا ننسى شركه البورش. حتى لو البورشه 911 مش كل الجنريشنز بيرفكت، ال 991 كاريرا من اكتر السيارات الريلايبل بجنريشن ال 911. يعني هيدي السياره اللي انت بتحلم فيها من انت وصغير، عم تحكي سوبر كار ماتيريال مع بيرفورمانس ولكجري وريلايبيليتي بنفس الوقت، مع الموتور ال 3.4 لتر فلات انجن. هيدي السياره بتولد 350 حصان و0 ل 60 ب 4.4 ثواني. يعني حتى لو هيدي الكاريرا ما تعتبر مثل الجي تي 3 ار اس سوبر كار بيرفورمانس، هيدي السيارة ما حتخزلك ابدا لما تروح على التراك، وكتير قوية بالنسبة للديلي درايفنج وبكل سهولة وبدون افورت. هيدي البورشة بتتحول من سيارة سباق لسيارة عائلية. ولما بدك تحكي عن هاندلينج انت عم تحكي بورشة هاندلينج، بورشة ما هي معمولة للهاندلينج اصلا السيارة. يعني حتى لو عم تسوق بنص جبال تحت التلج عم تسوق بالمدينة، ال 911 انزرعت على الارض لتضل على الارض، ما حنحكي اكتر من هيك عنه. هيدي السيارة انصنعت لأنها تدوم، يعني عكس السيارات البرفورمانس اللي بدهم اهتمام دايم. هيدي البورشه 911 ما بدها أصلا هيدا الاهتمام الزايد عن اللزوم، وهيدا اللي بيميزها عن البرفورمانس كارز الباقيين. يعني إذا عم بتدور على سيارة برفورمانس ولكجري وراح تكون انفستمنت كتير قوي بالنسبة لإلك، البورشه 911 991 لازم تكون بالليست تبعك. وفاينلي لاخر سياره معنا بهيدا الليست اللي هو اكتر سياره ريلايبل بهيدا الليست بين هالسيارات كلها، اللكزوس IS 500 مع الموتور ال V8 5.0 تنفس طبيعي. لما بدك تحكي لونجيفيتي وبرفورمانس وريلايبيليتي، لكزوس خط احمر. يعني هيدي البيرفكت اكزامبل لسيارة بيرفورمانس ولكجري مع ريلايبيليتي بنفس الوقت، وهيدا كله بدون ما انك تتخلى عن الكومفورت او الفخامة. مع موتور ال V8 السيارة عم تعطيك سواقة خيالية سموث مع باور لازم تخاف منه. صوت ال V8 تبع اللكسوس مخيف. هيدا ال V8 بيولد لك 472 حصان و395 عزم دوران. هو نفسه اللي موجود على ال LC 500 بس دي تيوند، يعني خففوا من قوته وحطوه باللكسوس LS 500. 0 ل 60 ب4 ثواني برو. بس الحلو فيها هيدي السيارة انه هي سريعة كتير، بس هي مش عم تحاول تكون سريعة. بس حتى ولو انه هيدي السيارة كتير سريعة و400 وبعرفش كم حصان، السيارة ما تخلت عن الريلايبيليتي اللي خلقت كرمالها.
يعني اللكسوس معروفين بالبرفورمانس لونجيفيتي، يعني انت لسه بتحط السيارة بتضلك تدعس فيها لبكرة ما بتقلك لا. وحتى الموتور ما بده اهتمام زايد، ما مش بحاجة لاتنشن، هيدا مش مثل حبيبتك، عرفت؟ مريحت لك راسك السيارة. يعني لكسوس صممت هيدي السيارة كرمال انت تفضي راسك من مشاكل الموتور ولا الفيتاس ولا الميكانيكية. وعلى الطريق لما تشوف هيدي LS 500 على الطريق، السيارة كتير نادرة، السيارة مش موجودة وين ما كان، ومش مين مكان بيشتري لكسوس IS 500، خاصة اذا عايش بلبنان بسوريا ولا بالاردن. موجودين اكتر بالدول الخليجية مثل الامارات والسعودية. ببلاد العربية التانية نادرة وقليل لحدا يشتريها، لانه العالم دايما بتفضل الBMW والمرسيدس ولا الاودي ولا البورش على اللكسوس. وحتى انه الديزاين اللكسوس دايما هيك كومبلكس وعجيب غريب، حلو غير، عرفتوا كيف؟ يعني بس بدك تحكي ريلايابيليتي بهيدي السيارة، اللكسوس مش انه هي خيار، هي من افضل الخيارات اللي انت ممكن تختارها. بس بدك تحكي performance، السيارة عم تعطيك البرفورمانس مع الريلايابيليتي اللي اخترتها من قبل. وفخامة اللكسوس بالنهاية هي فخامة. فإذا أنت عم بتدور على السيارة فاميلي سايز كار، لكجوري، اعتمادية وبرفورمانس، هول الخمسة كلهم بيوحوا لك على IS 500. فاللكسوس IS 500 أكيد خيار لازم إنك تفكر فيه. وهودي كانوا 5 سيارات اعتمادية، لكجوري وبرفورمانس لازم إنك تحط عينك عليهم إذا بدك تشتري سيارة من هيدي الخانة. ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب، وإن شاء الله رح نجيكم بفيديوهات سيارات ومعلومات كتيرة لبعدين. يلا بشوفكم بفيديو جديد يا شباب.